السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. النظام الجزائري بين قميص سيدنا يوسف وقميص فريق نهضة بركان المغربي. قميص سيدنا يوسف اللي كيمثل الحقيقة، وقميص نهضة بركان المغربي اللي أسقط أوراق التوت على النظام الجزائري وفضح الحقيقة ديالهم. اليوم كلشي كيعيش هذا المشكل اللي دارته السلطات الجزائرية، واحتجزات فريق نهضة بركان اللي كان باغي اللي غادي يلعب مع اتحاد العاصمة يوم الأحد. حجزاته في المطار لمدة 10 ساعات، وفي الأخير دخلوا في مفاوضات بالتنسيق ديال الكاف، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اللي طلبت من الفريق البركاني لأنه يخرج من المطار ويلتحق بالفندق على أساس أنه اليوم يتسلم الأقمصة ديالو بدون تغيير ولا تشطيب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وبالفعل الفريق المغربي متواجد في الفندق، ولحد الساعة مازال الوضع على ما هو عليه. والسلطات الجزائرية حجزت الأقمصة ديال بركان لأنها كتحمل هنا في الصدر ديالها الخريطة الكاملة ديال المغرب. غير الطرق ملي كدير ليه كتانة حمراء كيهيج. الجزائر أي حاجة ديال المغرب كتفقد راسها وتفقد عقلها، ما كتعرفش اش كدير، وكتبقى تضرب بكوش دروات، وكتبقى دير رقصة الديك المذبوح. وهادشي كله خلى واحد المجموعة من الناس، سواء كانوا مغاربة داخل المغرب أو خارج المغرب أو محبي السلام أو العقلاء في العالم كامل، أنهم يتضامنوا مع نهضة بركان وخاصة الأندية المغربية. ونحييو الناس ديال النهضة البركانية على الاستماتة ديالهم، على أنهم تمسكوا باش يلعبوا بالقميص ديال نهضة بركان كما صدقت عليه الكاف. وطبعا اي فريق ما كيلعب الا بالقميص اللي مصادقه عليه الكاف، والكاف مصادقه على هذاك القميص بالخريطه الكامله للمغرب. وباش نتكلموا مزيان، راه اللي فقس مزيان الجزائريين او المسؤولين الجزائريين، سواء كان على المستوى المركزي او المستوى الاتحاديه او على مستوى فريق اتحاد العاصمه، هو ان هذاك القميص كيحمل الخريطه الكامله للمغرب، مزينه بالعلم المغربي اولا. ثانيا هو اشهار اتاي الدحميس، والدحميس بالحسانيه هي المساء، وهذا كيدل على انه هذاك اتاي ديال الصحراء المغربيه كيزيد عاد يعمق الجراح ديالهم. واكثر من ذلك كيعرفوا بانه النهضه البركانيه نادي ديال القجاع اللي داير فيهم الوجاع. فهادشي كل شيء خلاهم يتخاط عليهم النابل بالنابل ويحجزوا قميص النهضه البركانيه اللي اصبح اليوم بطل ومعروف على الصعيد العالمي. قميص خلاهم يفقدوا العقل ديالهم، يهبلهم. وهذا القميص ديال النهضه البركانيه، والنهضه البركانيه شكون؟ هي فريق مدينه بركان. وشكون هي بركان وعلاقتها بالجزائر؟ بركان فين كان الثوره الجزائريه بالمدن ديال الجهه الشرقيه اللي احتضنت الثوار الجزائريين بامتياز. وكاين صور اللي كتضم، كاين صوره تاريخيه اللي كتضم الاسماء، مصورين واحد مجموعه من الاسماء الجزائريين والقياديين الجزائريين اللي كانوا منهم رؤساء كما كنشوفوا في الصوره بحضور نيلسون مانديلا. وهنا نذكروا قبيله بني زناسن، وتحيه لقبيله بني زناسن
والقبائل كاملة اللي موجودة في الجهة الشرقية اللي ساندوا الثورة الجزائرية وكانوا السند ديالها، كانوا القاعدة الخلفية للثوار داخل الجزائر. واليوم كيجيو كبرانات فرنسا، خدام فرنسا، حكام الجزائر، ويطعنوا بركان من الخلف. قميص. ومن كنتكلموا على القميص دائما نتذكر قميص سيدنا يوسف اللي كان رمز للحقيقة. إذا قدم من دبر أو قدم من قبل. يعني هذيك القميص شنو فيه؟ فيه الحقيقة، فيه بأنه الصحراء مغربية، هذاك المغرب كامل. هذيك القميص خذوه ولوحوه على وجه تبون أو وجه شنقريحة لعلهما يرتدا بصيران ويعرفوا الحقيقة ويرجعوا الغي ديالهم ويشوفوا بأن المغرب جارهم صديقهم. ما كاينش شي نهضة جزائرية أو تطور جزائري بدون ما يكون المغرب، وبأنه مهما استعصاو ومهما تعصاو ومهما هبلوا ما غادي يديو غير البرد. وطبعا هادشي اللي دارتو الجزائر ما دارتوش غير أول مرة، دارتو مع كل ما جا فريق مغربي، سواء كان فريق وطني أو فريق أو نادي، إلا ودرت مع هاد الهبال وتحتاجز الناس وتقول لهم ما تفوتوش لأنهم معكم مخبرين، أو تفوت فريق إعلامي عاوتاني مغربي وتحبسوا تحجزوا، أو لسبب من الأسباب، وتختلق سبب من الأسباب باش تحتاجزهم وما تخليهمش يدخلوا، أو تمنعهم باش يجيو الجزائر، أو بيجيو بمسار جوي واحد يعني من المغرب مباشر يعني للجزائر. كل مرة كتطلب تقسم. واليوم كتخرق المادة الرابعة. نعم، المادة الرابعة اللي وضعته الفيفا واللي كتقول على أنه يمنع التمييز ضد بلد أو فرد أو مجموعة من الأشخاص على أساس الأصل العرقي أو الجغرافي أو الرأي السياسي أو غيره تحت طائلة التوقيف أو طرد الجامعة الكروية المعنية. وهذا فعلا تمييز على المستوى الجغرافي. هادو ناس كيتمسكوا بالوحدة الترابية ديالهم وكيتمسكوا بالمغربيات ديالهم ووفاء الشعار خير الله الوطن الملك ولن يبدلوا تبديلا. وفيه كذلك مس للجورة كما قلت القوانين اللي كتسرع عليها الكاف، واللي دارت مراسلة رسمية للمسؤول الجزائري وقالت لهم بأنه هذاك القميص كيتميز بالمواصفات اللي قبلها الكاف، وأنهم حقهم يلعبوا به، بمعنى أنكم خصكم تردوا القميص كما هو لهم، أو ما غاديش تلعب المقابلة وغادي نعتبروا اتحاد العاصمة خاسر. شوف فين وصلنا مع الجار. وطبعا لا المسؤولين السلطات الجزائرية ولا الاتحادية الجزائرية ولا المسؤولين في نادي اتحاد العاصمة غادي يقبلوا أنه الفريق البركاني يلعب ذاك القميص الرسمي ديالو، لأنه ملة الحقد واحدة. ولو كان شي واحد في الاتحادية أو في فريق اتحاد العاصمة غير من داكشي اللي قالت السلطات، مشى بات مصبح. وهذا دليل مرة أخرى كتأكد الجزائر على أنها طرف في قضية الصحراء المغربية وعندها حق دفين لكل ما هو مغربي. أي حاجة مغربية صافي كتخليها تربح. وراه مهما داروا والآن الساعة راه مازال ما صفاتش القضية، راه ما غيديو غير البرد. شكرا لتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.